السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيسود الرابعة من بودكاست فراغ. أنا هنا وسط لحظة فيها شوية ديال الشك، شوية صمت وشوية انتظار. كنعيش أيام كنحس فيها كأنني واقفة في بلاصتي وكنشوف العالم من بعيد، بحال محطة كينطلقوا منها بزاف ديال الناس واحد ورا الآخر، وحتى واحد ما جا عندي وقال لي أجي راه دورك جا. كنشوف الناس كتخدم، كتسافر، كتغير بلايصها، كتكتشف راسها، وأنا كنقلب على شي حاجة ما واضحاش، كنسول فين الطريق ديالي. ماشي غيرة وماشي حسد، ولكن سؤال صادق من واحد القلب حاب يعرف علاش باقي ما باينش النور في هذا المسار ديالي. ماشي ساهل تحس براسك خارج الايقاع، كأنك كتغني بصوت ما مسموعش او كتكتب قصة ولكن الصفحات كطير منك قبل ما تكمل الجملة. كنعاود ونخطط، نبدا، نحبس ونرجع، ولكن الجواب ما كيبانش، حتى حاجة ما واضحة. هاد الغموض كيولي كيتقل عليا وكيخليني نحس براسي ما كندير حتى شي حاجه، ولكن هاد التفكير بحد ذاته مرهق. كنبغي نصدق ان الحياه فيها مواسم بحال الطبيعه، كاين وقت النمو وكاين وقت الصمت وحتى التوقف، راه فصل من الفصول. يمكن في هاد اللحظه راني ما كنصنع والو ظاهر، ولكن شي حاجه كتنضج في الداخل، شي نضج بطيء كيغيرني بلا ما نحس. كاين ايام كنكونوا فيها في الخلف، ماشي حيت ما كنستحقوش نكونوا في الامام، ولكن حيت ربي كيبين فينا شي حاجات ماشي كاينه في كل شيء. الالم ديال الانتظار هو اصعب حاجه، حيت فيه الفراغ وفيه الصراع ما بين نزيد ولا نحبس، ولكن كل لحظه كنحس فيها بالضياع كتقربني من ذاتي، كتعلمني نصت ماشي غير نمشي، كتخليني نبطأ باش نشوف التفاصيل ونحس بها ماشي غير نمر منها. ماشي ضروري تكون عندي خريطة كاملة باش نتحرك، ماشي أي تأخر هو فشل، ماشي أي صمت هو سكون، راه ممكن يكون بناء داخلي. وحتى إلا كنحس مازال ما وصلتش، أنا على الأقل كنبحث، والبحث راه طريق في حد ذاته. وانت ولا انت كتسمعني دابا، يمكن حتى انت في واحد اللحظة ضباب، ولكن عارف راسك كتدور في الدواخل ديالك، كتقلب على السلام، على الجدوى وعلى الخطوة الجاية. انا ما عنديش كل الاجوبه، ولكن عندي هذه المساحه باش نهضر معك، باش نحس بيك، باش نشارك معك الصمت بلا حكم.